السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نبض التحاليل. اليوم غادي نهضروا على اهم فيتامين لصحتنا. الا نقص كيسبب لنا تساقط الشعر، الام في العظام وحتى الاكتئاب وضعف المناعه. بزاف الناس كيعانوا من التعب او المزاج المتقلب وما كيعرفوش ان السبب الحقيقي هو نقص بسيط في الفيتامين دي. في هذه الحلقه غادي نكتشفوا مع بعض شنو الدور ديالو في الجسم، كيفاش تعرف من التحاليل واش عندك نقص، الطرق العلاجية الطبيعية لزيادة نسبة الفيتامين دي بلا ضرر للجسم. خليكم معايا لأن هذه المعلومات فعلا ممكن تغير صحتك الأحسن. الفيتامين دي هو واحد من الفيتامينات الدائبة في الدهون، لكن في الحقيقة كيتصرف في الجسم بحال الهرمون، لأنه كيتصنع داخل الجلد من بعد تعرض لأشعة الشمس. كيلعب دور أساسي في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما ضروريين لصحة العظام والأسنان، وكيقوي المناعة وكيأثر حتى على المزاج والطاقة العامة للجسم. كيساهم كذلك في دعم عضلات القلب والعضلات العامة وحتى التوازن الهرموني عند النساء والرجال، وكيأثر بشكل غير مباشر على الخصوبة. نقص الفيتامين دي كيعطي أعراض خفيفة في الأول، لكن مع الوقت كتولي أعراض مزعجة بحال التعب، الإرهاق الدائم، آلام في العضلات أو المفاصل، تساقط الشعر أو هشاشة في الأظافر، مزاج متقلب واكتئاب خفيف. ضعف المناعة كتولي تمرض بسرعة، وعند الأطفال ممكن يسبب لهم تأخر النمو وتشوهات في العظام. التحليل الطبي للفيتامين دي كيدار عن طريق سحب عينة دم بسيطة، والنتيجة العادية كتراوح فيها المستوى ما بين 30 و 100 نانوغرام في المليلتر. أقل من 20 كيعني أنك عندك نقص واضح وخاصك العلاج، وضروري دائما يكون التحليل تحت إشراف الطبيب المعالج باش يحدد الجرعة المناسبة، لأن الزيادة فيه حتى هي مضرة. دابا غنجيو لأهم فقرة في هذه الحلقة: كيفاش نرفع الفيتامين دي بطرق طبيعية وآمنة. أول وأهم حاجة اللي هي مصدر طبيعي هو الشمس. من الأفضل تعرضي يديك ووجهك للشمس من 10 حتى 20 دقيقة يوميا، خصوصا فترة الصباح. ثانيا، تغذية. الأطعمة اللي غنية بالفيتامين دي مثل الأسماك الزيتية بحال السردين، السلمون، التونة، صفار البيض والكبد والحليب والزبادي والجبن. ممكن ناخذ مكملات غذائية ولكن باستشارة طبية. نقص الفيتامين دي ماشي مشكل بسيط، لأن تأثيره كيكون شامل على العظام، المناعة والمزاج. ديروا التحليلة مرة في السنة، خصوصا إلا كنتي كتقضي وقت طويل في المنزل وما كتعرضيش للشمس. ما ديروش تحليلة وانتم واخدين جرعة من الفيتامين دي، لأنها كتأثر على نسبة التحليلة بشكل مباشر. إلا استفدتي من الحلقة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل حلقة جديدة. خلي تعليقك تحت واش سبق ليك ودرتي التحليلة في فيتامين دي وشنو كانت النتيجة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نبض التحاليل. دمتم بصحة جيدة.